تخيلي معايا بنت في العشرينات عندها طموح، عايزة تبقى ناجحة ماليا، لكن محتارة تبدأ منين. بتسمع نصايح كتير من كل حد، على السوشيال ميديا، من صحابها، من أهلها. كل واحد بيقولها حاجة مختلفة ومحدش بيشرح ليه. قررت تبدأ تقرأ كتب عن الفلوس. راحت على جوجل كتبت أفضل كتب عن المال، لقت مئات الكتب ومش عارفة تختار ايه. راحت معرض الكتاب، دخلت جناح الكتب المترجمة، لقت رفوف كاملة عن التنمية البشرية وإدارة المال. حست بالتوهان، أخدت كتاب عشوائي بس مش عارفة هو مناسب ليها ولا لأ، مستواه سهل ولا صعب، وإذا كان هيفيدها في حاجة من اللي هي محتاجاها أصلا. ومن كتر الحيرة مشيت من غير ما تشتري أي حاجة. لكن في بنت تانية عرفت تختار الكتب الصح، الكتب اللي فعلا هتغير نظرتها عن الفلوس. بدأت بكتاب واحد للمبتدئين، وبعدها كتاب تاني وتالت، وبعد سنتين لقت نفسها بتفهم الفلوس بطريقة مختلفة تماما، بتاخد قرارات مالية أذكى، بتستثمر، بتبني ثروتها خطوة بخطوة. الفرق إنها عرفت تبدأ منين، وإيه الكتب اللي تستاهل كل قرش. النهاردة هكلمك عن أهم الكتب اللي غيرت حياتي المالية. هديكي خريطة واضحة عشان ما تضيعيش وقتك وفلوسك على كتب مش مفيدة، وهقولك إزاي تختاري الكتب المناسبة ليكي من معرض الكتاب. أنا ريهام، وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وإزاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. قبل ما أكلمك عن الكتب خلينا أكلمك عن حاجة مهمة. ليه الكتب بالذات؟ ليه مش فيديوهات يوتيوب بس أو بوستات على الفيسبوك أو نصايح من الناس؟ الحقيقة كل المصادر دي مفيدة، لكن الكتب ليها ميزة خاصة. أولا العمق. الكتاب بيديكي معلومات عميقة ومنظمة، مش معلومة سطحية في فيديو 5 دقايق. بيشرح لك المفاهيم من أولها، بيديكي أمثلة، بيديكي تمارين. ثانيا الخبرة المكثفة. لما بتقري كتاب انت بتكتسبي خبرة حد قضى سنين في دراسة موضوع معين، كل خبرته دي متلخصة في 200 أو 300 صفحة. انت بتوفري على نفسك سنين من التجربة والخطأ. ثالثا التطبيق. الكتب الكويسة مش بس بتشرح نظريات، دي بتديكي خطوات عملية تطبقيها، بتديكي تمارين، استراتيجيات، نماذج. وانا شخصيا كل قرار مالي كويس اخدته في حياتي كان بسبب حاجة اتعلمتها من كتاب. لما قريت كتاب الأب الغني والأب الفقير فهمت الفرق بين الأصول والخصوم لأول مرة، وده غير نظرتي للفلوس تماما. لما قريت كتاب سيكولوجية المال فهمت إن المشاكل المالية في معظم الأحيان مش مشاكل رياضية، دي مشاكل نفسية وسلوكية. لما قريت الطريق البسيط للثروة فهمت إن الاستثمار مش لازم يكون معقد، وإن البساطة هي المفتاح. الكتب هي الاستثمار الأرخص بأكبر عائد. كتاب ب100 أو 150 جنيه ممكن يغيرلك حياتك، ممكن يزودلك دخلك بآلاف الجنيهات، بس لو طبقتي اللي فيه. لكن المشكلة إن في آلاف الكتب عن الفلوس وإنتي محتاجة تعرفي تختاري، ودي مشكلة حقيقية خصوصا في بلد زي مصر. الكتب ممكن تكون مش رخيصة بالنسبة لمعظم الناس، وفيه كتب كتير متاحة بس مش كلها مفيدة. وعشان كده هكلمك النهاردة عن الكتب اللي أنا شخصيا قريتها وغيرت حياتي المالية، وهفرزها لك بطريقة تسهل عليكي الاختيار. قبل ما نبدأ عايزة أقولك حاجة مهمة، مش لازم تقري كل الكتب دي دفعة واحدة. ابدأي بكتاب واحد، اقريه، طبقي اللي فيه، وبعدين انقلي اللي بعده. القراية من غير تطبيق مجرد ترفيه، لكن القراية مع التطبيق استثمار. لو انتي لسه في البداية وما عندكيش خلفية كويسة عن الفلوس، دول أهم كتابين تبدأي بيهم. واحد، الأب الغني والأب الفقير Rich Dad Poor Dad لروبرت كيوساكي. ده أول كتاب قريته عن الفلوس وغير نظرتي تماما. الكتاب بيحكي قصة روبرت كيوساكي واتنين من الآباء اللي أثروا فيه. أبوه البيولوجي كان أستاذ جامعي متعلم، لكن كان بيعاني ماليا طول حياته. وأبو صاحبه كان راجل أعمال ناجح، بقى من أغنى الناس في المدينة. الكتاب بيقارن بين طريقة تفكير الاتنين، وبيوريكي ازاي العقلية بتاعتك عن الفلوس هي اللي بتحدد مستقبلك المالي. أهم الدروس من الكتاب هي الفرق بين الأصول والخصوم. الأصول هي اللي بتدخلك فلوس، والخصوم هي اللي بتاخد منك فلوس، ومعظم الناس بتصرف فلوسها على خصوم فاكرة إنها أصول. اشتغل عشان تتعلم مش عشان تكسب بس. أهم حاجة في شغلك مش المرتب، دي المهارات اللي بتكتسبيها. الفلوس بتشتغل ليكي مش انتي اللي بتشتغلي للفلوس. الهدف انك تبني اصول تخليها تشتغل وتجيب لك دخل من غير ما تتعبي تاني.
مربع التدفق النقدي أو الكاش فلو كوادرنت، في 4 أنواع من الناس: الموظف، صاحب المهنة الحرة، صاحب البيزنس، والمستثمر، وكل واحد بيتعامل مع الفلوس بطريقة مختلفة. ليه الكتاب ده مناسب للمبتدئين؟ عشان مكتوب بأسلوب قصصي سهل ومش محتاج معلومات مسبقة، وبيغير طريقة تفكيرك اللي هي أهم خطوة. ملحوظة مهمة: في ناس بتنتقد الكتاب وبتقول إن فيه نصايح مش عملية أو مش مناسبة للجميع، وده حقيقي، لكن القيمة الأساسية للكتاب هي تغيير العقلية مش الخطوات التفصيلية. 2. سيكولوجية المال أو The Psychology of Money لمورغان هاوسل. ده تاني أهم كتاب للمبتدئين. الكتاب بيتكلم عن حاجة في غاية الأهمية، إن النجاح المالي مش متعلق بذكائك، متعلق بسلوكك. في ناس أذكياء جدا دارسين اقتصاد ومالية لكن بيفشلوا ماليا، وفي ناس عاديين لكن بيبقوا أغنياء عشان بيتصرفوا صح. أهم الدروس من الكتاب إن مفيش حد مجنون، كل واحد بيتصرف مع فلوسه بناء على تجاربه الشخصية، واللي بيبان مجنون لحد ممكن يكون منطقي جدا لحد تاني. الحظ والمخاطرة: النجاح المالي مش بس مجهود، فيه حظ كمان، والفشل المالي مش بس غباء، فيه مخاطرة، وده بيخلينا نبقى أكتر تواضع. والكفاية: أهم حاجة إنك تعرفي كفايتك، مش لازم تكوني أغنى واحدة في العالم، لازم تكوني سعيدة ومكتفية. والثروة اللي مش بتبان: الثروة الحقيقية مش العربيات والشقق الفخمة، دي الفلوس اللي في استثمارات واللي بتديكي حرية وأمان. ليه الكتاب ده مهم؟ عشان بيخليكي تفهمي ان المشاكل المالية في معظمها مش مشاكل نقص معلومات، دي مشاكل سلوك، ولو اشتغلتي على نفسك هتحلي معظم مشاكلك المالية. انا شخصيا الكتاب ده ساعدني افهم ان المشاكل اللي كانت عندي مع الفلوس كانت بسبب الخوف والمقارنة بالناس، مش عشان انا مش فاهمة حاجة. نصيحة للمبتدئين: ابدأي بالكتابين دول، الأب الغني والأب الفقير وسيكولوجية المال، اقريهم بتمعن، دوني ملاحظات وطبقي الأفكار في حياتك، وبعد ما تخلصي هتبقي جاهزة للمستوى اللي بعده. بعد ما تقري الكتب الأساسية للمبتدئين هتبقي جاهزة لكتب أعمق شوية، كتب بتديكي استراتيجيات عملية وتفصيلية. 3. فكر تصبح غنيا أو Think and Grow Rich لنابليون هيل. ده من أشهر الكتب في العالم عن الثروة والنجاح. نابليون هيل قضى 20 سنة بيدرس أكتر من 500 شخص ناجح، منهم هنري فورد وجون روكفيلر وأندرو كارنيجي، واكتشف إن في مبادئ مشتركة بين كل الناس الناجحين دول. أهم الدروس: الرغبة القوية، لازم يكون عندك رغبة حقيقية وقوية مش مجرد أمنية. الإيمان، لازم تأمني إنك تقدري تحققي هدفك حتى لو الظروف صعبة. الخطة المنظمة، الرغبة والإيمان مش كفاية، لازم يكون عندك خطة واضحة. المثابرة، النجاح مش بيجي بسرعة، محتاج صبر واستمرارية. العقل الباطن، اتعلمي ازاي تبرمجي عقلك الباطن عشان يساعدك تحققي أهدافك. ليه الكتاب ده مهم؟ عشان بيركز على العقلية والتفكير اللي هما أساس النجاح المالي، بيعلمك ازاي تبرمجي عقلك عشان يساعدك تحققي أهدافك. 4. دليل الأب الغني للاستثمار أو Rich Dad's Guide to Investing لروبرت كيوساكي. ده امتداد لكتاب الأب الغني والأب الفقير، لكن بيركز على الاستثمار بالتحديد. الكتاب بيفرق بين نوعين من المستثمرين: المستثمر العادي والمستثمر المحترف. المستثمر العادي بيستثمر من بره في الأسهم والصناديق، لكن المستثمر المحترف بيستثمر من جوه، بيبني بيزنس، بيشتري عقارات، بيخلق أصول بنفسه. أهم الدروس هي: استثمر عشان تبقى غني مش عشان تبقى آمن. معظم الناس بتستثمر عشان الأمان، لكن الأغنياء بيستثمروا عشان الثروة. 10 أنواع من المستثمرين، في 10 مستويات من المستثمرين في الكتاب، من المستوى 0 اللي مش بيستثمر للمستوى 10 اللي بيخلق الفرص. الاستثمار من الداخل، أحسن طريقة للثراء إنك تبني أصولك بنفسك مش إنك تشتري أصول جاهزة. الفرق بين الدخل المكتسب والدخل السلبي: الدخل المكتسب من الشغل بيتاخد عليه ضرائب كتير، لكن الدخل السلبي من الاستثمار ضرائبه أقل، وهتعرفي ليه وإزاي لو قريت الكتاب. ليه قريت الكتاب ده؟ بعد ما قريت الأب الغني والأب الفقير كنت عايزة أفهم أكتر عن الاستثمار. الكتاب ده ساعدني أفهم الفرق بين الاستثمار العادي والاستثمار الاحترافي، وخلاني أفكر إزاي أبني أصولي بنفسي مش بس أشتري أصول جاهزة. ملحوظة: الكتاب ده أمريكي، وبعض النصائح خصوصا عن الضرائب والقوانين مش بتنطبق في مصر، لكن المبادئ العامة عن التفكير الاستثماري قابلة للتطبيق في أي مكان. لو خلصتي الكتب اللي قلناها لحد دلوقتي وعايزة تتعمقي أكتر في الاستثمار، دول أهم الكتب. 5. الطريق البسيط للثروة أو The Simple Path to Wealth لجي إل كولينز. ده واحد من أهم الكتب اللي قريتها وغير نظرتي للاستثمار تماما.
الكتاب بدأ كسلسلة رسائل من الكاتب لبنته بيشرح لها ازاي تستثمر بطريقة بسيطة وفعالة، والرسائل دي اتحولت لكتاب باع أكتر من 1,000,000 نسخة مترجمة في 20 لغة. الرسالة الأساسية إن الاستثمار مش لازم يكون معقد، في الحقيقة البساطة بتتغلب على التعقيد كل مرة. أهم الدروس هي المعادلة البسيطة: اصرفي أقل ما بتكسبي، استثمري الفائض، وتجنبي الديون. صناديق المؤشرات: بدل ما تحاولي تختاري أسهم معينة أو تدفعي الخبير يعملك ده، استثمري في صندوق بيتابع السوق كله. فلوس صندوق الطوارئ، أو اللي كان بيقول عليها ال FU money. الهدف من الاستثمار مش بس إنك تبقي غنية، الهدف إنك تبقي حرة تختاري شغلك، حرة ترفضي الحاجات اللي مش عايزاها. قاعدة 4%: لما توصلي لرأس مال بيساوي 25 ضعف مصاريفك السنوية، تقدري تسحبي 4% كل سنة، والمبلغ هيفضل معاكي طول العمر. طبعا الحسبة بتكون مختلفة شوية في مصر، بس تقدري ترجعي للحلقة رقم 22 اللي اتكلمنا فيها عن الموضوع ده بالتفصيل، وتعرفي ازاي تحسبي الحسبة للسوق المصري. وآخر حاجة هي إن في مرحلتين: بناء الثروة والحفاظ عليها. في مرحلة بناء الثروة تقدري تستثمري معظم أو 100% في الأسهم عن طريق صناديق المؤشرات. في مرحلة الحفاظ على الثروة ضيفي شوية سندات وذهب للأمان. ليه الكتاب ده مهم؟ عشان بيبسط الاستثمار لدرجة إن أي حد يقدر يطبقه. مش محتاجة تبقى عبقرية، مش محتاجة تتابعي السوق كل يوم، مش محتاجة خبير. كل اللي محتاجاه خطة بسيطة وصبر. ملحوظة مهمة: الكتاب ده أمريكي برضه، وبيركز على السوق الأمريكي، لكن المبادئ قابلة للتطبيق في أي سوق. في مصر ممكن تطبقي نفس المبادئ من خلال صناديق الاستثمار المحلية، أو الاستثمار في الأسواق العالمية من خلال البنوك المصرية. أنا شخصيا الكتاب ده خلاني أفهم إن الاستثمار مش لعبة معقدة محتاجة خبراء وشاشات كتير. القاعدة ببساطة: اصرفي أقل، استثمري الفرق، وسيبي الوقت يشتغل لصالحك. 6. أساسيات الاقتصاد أو Economics 101. ده كتاب بيشرح أساسيات الاقتصاد بطريقة مبسطة، بيساعدك تفهمي الأخبار الاقتصادية والقرارات الحكومية وإزاي بتأثر على فلوسك. أهم المواضيع اللي بيشرحها هي العرض والطلب، التضخم والانكماش، أسعار الفايدة، البنوك المركزية وإزاي بتأثر على الاقتصاد، والدورات الاقتصادية. ليه الكتاب ده مفيد؟ عشان بيخليكي تفهمي ايه اللي بيحصل في الاقتصاد حواليكي. لما تسمعي ان البنك المركزي رفع سعر الفايدة، هتفهمي ده معناه ايه ليكي كمستثمرة. لما تسمعي عن التضخم، هتعرفي ازاي تحمي فلوسك. الفهم الاقتصادي بيخليكي تاخدي قرارات مالية أذكى. دلوقتي خلينا أكلمك عن الكتب اللي على قائمة القراية بتاعتي. كتب سمعت عنها كتير وعارفة انها هتفيدني، بس لسه ما قريتهاش، وانت كمان ممكن تضيفيها لقائمتك. 1. أغنى رجل في بابل، The Richest Man in Babylon، جورج كلاسن. ده كتاب كلاسيكي، 12 سنة 1926، ولسه الناس بتقراه لحد النهاردة. بيحكي قصص من بابل القديمة عن راجل بقى أغنى واحد في المدينة، وإزاي علم الناس أسرار الثروة. الكتاب بيعلمك مبادئ أساسية زي حوشي 10% من دخلك، خلي فلوسك تشتغل، احمي ثروتك. مبادئ بسيطة لكن خالدة. 2. سأعلمك كيف تصبح ثريا، I will teach you to be rich، لراميت سيثي. ده كتاب عملي جدا، بيقدم لك برنامج مدته 6 أسابيع لتنظيم حياتك المالية. بيعلمك ازاي تختاري الحسابات البنكية الصح، ازاي تنظمي فلوسك تلقائيا، ازاي تصرفي بوعي، وازاي تبدأي تستثمري. الكتاب موجه للميلينيالز وجين زي، ومكتوب بأسلوب خفيف ومباشر. 3. المليونير اللي جنبي أو The Millionaire Next Door لتوماس ستانلي. الكتاب ده بيكسر الصورة النمطية عن الأغنياء. معظم الناس فاكرين إن الأغنياء بيعيشوا في قصور وبيركبوا عربيات فاخرة، لكن الكتاب بيوريكي إن معظم المليونيرات بيعيشوا حياة بسيطة، وده السبب إنهم أغنياء أصلا. 4. فلوسك أو حياتك، Your Money or Your Life لفيكي روبن. الكتاب ده بيتكلم عن العلاقة بين الوقت والمال، وإزاي كل ساعة من حياتك ليها قيمة مالية. بيعلمك إزاي تحسبي القيمة الحقيقية للحاجات اللي بتشتريها، وإزاي توصلي للحرية المالية. 5. 4 ساعات عمل في الأسبوع، The 4-Hour Work Week لتيم فيرس. الكتاب ده بيتحدى الفكرة التقليدية عن الشغل، وبيعلمك إزاي تصممي حياتك بحيث تشتغلي أقل وتستمتعي أكتر. بيتكلم عن الأتمتة والتفويض، وإزاي تبني نمط حياة يديكي حرية. كتب تانية على القائمة عندي: The Boglehead's Guide to Investing، دليل شامل للاستثمار بطريقة بسيطة. The Millionaire Fast Lane، عن إزاي تبني ثروة بسرعة من خلال ريادة الأعمال. The 4 Pillars of Investing، عن أساسيات الاستثمار ال4. The Almanac of Naval Ravikant، حكمة من رائد أعمال ناجح. The Algebra of Wealth، عن معادلة بناء الثروة. Choose FI، عن الحرية المالية والتقاعد المبكر. ليه قائمة القراءة بتاعتي أطول من الكتب اللي قريتها بالفعل؟
لأن القراية رحلة مستمرة، دايما في حاجات جديدة نتعلمها، أفكار جديدة نستكشفها، والحقيقة ده شيء كويس، معناه إن مهما قريت لسه في مجال للنمو والتطور. نصيحتي ليكي ما تخافيش من قائمة القراية الطويلة، ما تحسيش إنك لازم تقري كل حاجة دلوقتي. ابدأي بكتاب واحد اللي تحسي إنه مناسب ليكي دلوقتي، اقريه بتمعن، طبقي اللي فيه، وبعدين انقلي للي بعده. القراية مش سباق، دي رحلة. دلوقتي بعد ما قلتلك عن كتب كتير، ازاي تعرفي انهي كتاب انسب لك؟ السؤال الاول، انتي في انهي مرحلة؟ لو مبتدئة تماما، ابدأي بالأب الغني والأب الفقير وسيكولوجية المال. لو عندك معلومات أساسية، انقلي لفكر تصبح غنيا ودليل الأب الغني للاستثمار. لو عايزة تتعلمي عن الاستثمار، اقري الطريق البسيط للثروة. لو عايزة تفهمي الاقتصاد، اقري أساسيات الاقتصاد. السؤال التاني، ايه اللي محتاجة تشتغلي عليه؟ لو محتاجة تغيري عقليتك عن الفلوس، الأب الغني والأب الفقير. لو محتاجة تفهمي سلوكك المالي، سيكولوجية المال. لو محتاجة تتعلمي عن الاستثمار، الطريق البسيط للثروة أو دليل الأب الغني للاستثمار. لو محتاجة تفهمي الاقتصاد، أساسيات الاقتصاد. السؤال الثالث، ايه أسلوب الكتابة اللي يناسبك؟ بعض الناس بتحب الكتب القصصية، وبعض الناس بتحب الكتب العملية المباشرة. جربي تقري أول صفحتين وشوفي لو الأسلوب عجبك قبل ما تشتري. نصيحة مهمة، ما تشتريش كتب كتير مرة واحدة، اشتري كتاب واحد أو 2، اقريهم، طبقي، وبعدين اشتري غيرهم. معرض القاهرة الدولي للكتاب هيبدأ يوم 22 ويستمر لحد 3 فبراير، ودي فرصة ذهبية عشان تشتري كتب بأسعار كويسة. نصايح للتسوق في المعرض: 1. روحي معاكي قائمة. قبل ما تروحي اعملي قائمة بالكتب اللي عايزاها، ما تروحيش عشوائي عشان ما تتشتتيش. من الحلقة دي اختاري كتابين أو 3 ودوري عليهم في المعرض. 2. ابدأي من سور الأزبكية. جناح سور الأزبكية في صالة 6 فيه كتب مستعملة ونسخ قديمة بأسعار رخيصة جدا، ممكن تلاقي كتب ب20 أو 30 جنيه بس. سور الأزبكية كنز حقيقي، ممكن تلاقي نسخ قديمة من الأب الغني والأب الفقير أو فكر تصبح غنيا بأسعار مش هتتكرر. 3. دوري على دور النشر الحكومية. الجهات التابعة لوزارة الثقافة زي الهيئة المصرية العامة للكتاب بتبيع كتب بأسعار مدعومة. 4. قارني الأسعار. نفس الكتاب ممكن يكون بأسعار مختلفة في أجنحة مختلفة، ما تستعجليش، قارني الأسعار. مثلا كتاب سيكولوجية المال ممكن تلاقيه ب120 جنيه في دار نشر، وب80 جنيه في دار نشر تانية، وب40 جنيه في سور الأزبكية. 5. اسألي عن العروض. بعض دور النشر بتعمل عروض زي اشتري 3 وخد الرابع مجانا، اسألي واستفيدي. 6. الكتب الإلكترونية. لو الميزانية ضيقة، دوري على نسخ إلكترونية. بعض المواقع بتوفر كتب قانونية بصيغة PDF بسعر أرخص من النسخ الورقية. وممكن تستخدمي تطبيقات زي ستوري تيل أو أبجد اللي بتوفر إمكانية القراية أونلاين باشتراك شهري معقول. أو حتى في كتب متاحة مجانا على النت، ابحثي عن اسم الكتاب زائد PDF وشوفي المتاح. الميزانية المقترحة: حتى لو معاكي 200 جنيه بس، تقدري تشتري 3 أو 4 كتب كويسين من سور الأزبكية أو من دور النشر الحكومية. ولو الميزانية أكبر، ممكن تشتري 5 ل7 كتب وتكوني جهزتي مكتبتك المالية. إيه هي الكتب اللي تدوري عليها في المعرض؟ من الكتب اللي ذكرتها دول اللي غالبا هتلاقيهم متاحين بالعربي: الأب الغني والأب الفقير، سيكولوجية المال، فكر تصبح غنيا، أو أوقات هتلاقي اسمه فكر وازداد ثراء، وأغنى رجل في بابل. الكتب التانية زي الطريق البسيط للثروة ودليل الأب الغني للاستثمار ممكن تلاقيها بالإنجليزي أو تدوري عليها أونلاين بعد المعرض. ممكن تلاقي كمان كتب تانية مترجمة مفيدة زي العادات الذرية لجيمس كلير وفن اللامبالاة لمارك مانسون، اللي مش عن الفلوس مباشرة لكن بتساعدك تبني عادات كويسة وعقلية صحية. عارفة إن في أسباب كتير ممكن تمنعك من شراء الكتب، خلينا نناقشها واحدة واحدة. 1. الكتب غالية. ده صحيح، بعض الكتب غالية لكن في حلول. سور الأزبكية كتب مستعملة بأسعار رخيصة، دور النشر الحكومية كتب مدعومة، الكتب الإلكترونية أرخص بكتير من النسخ الورقية. استعيري من صحابك، لو حد قرأ كتاب استعيري بدل ما تشتريه. المكتبات العامة، بعض المكتبات بتوفر كتب مجانا للاستعارة. الحقيقة كتاب ب100 جنيه لو غير لك قرار واحد ووفر لك 1000 جنيه يبقى كان استثمار عبقري. وأنا شخصيا في قرارات مالية أخدتها وفرت عليها عشرات الآلاف بسبب فكرة واحدة اتعلمتها من كتاب. ف100 جنيه على كتاب ده أرخص استثمار ممكن تعمليه. 2. مفيش وقت. دي أكتر حجة بسمعها: أنا مشغولة، مفيش وقت أقرأ. الحقيقة كلنا عندنا نفس 24 ساعة في اليوم. الموضوع مش وقت، الموضوع أولويات. لو حسبنا الوقت اللي بنقضيه على السوشيال ميديا كل يوم، هنلاقي إن معظمنا بيقضي ساعة أو أكتر. لو خدنا نص ساعة بس من الوقت ده وخصصناها للقراية، هنقدر نقرأ كتاب كامل كل شهر، يعني 12 كتاب في السنة.
طريقتي الشخصية، أنا ببدأ يومي بنص ساعة قراية قبل ما أفتح الموبايل، ومع المداومة على مدار السنين قريت كل الكتب اللي اتكلمت عنها، غير كتب تانية كتير في مجالات مختلفة. نص ساعة كل يوم قدرت تغير حياتي، ونفس الحاجة ممكن تحصل معاكي. الحسبة، نص ساعة في اليوم بتساوي 3 ساعات ونص في الأسبوع. كتاب متوسط من 200 ل 300 صفحة بيساوي حوالي 6 ل 8 ساعات قراية، يعني كتاب كل أسبوعين أو كتاب كل شهر. في سنة واحدة هتكوني قريتي 12 كتاب. تخيلي كم المعرفة اللي هتكتسبيها. 3. مش بحب القراية. في ناس فعلا مش بتحب القراية، وده تفضيل شخصي ومفيش مشكلة فيه. الحل الكتب الصوتية. في كتب صوتية متاحة على يوتيوب أو على منصات زي ستوري تيل أو أوديبل، ممكن تسمعيها وانتي في المواصلات أو وانتي بتعملي شغل البيت. أو الملخصات، في قنوات يوتيوب وبودكاست بتقدم ملخصات للكتب المهمة. لكن تحذير مهم، لو السبب الحقيقي هو انك مش صبرة على اي حاجة محتاجة وقت ودايما عايزة الاشباع اللحظي، دي مشكلة. عشان اي حاجة في الحياة ليها قيمة محتاجة صبر. بناء الثروة محتاج صبر، النجاح محتاج صبر، العلاقات الصحية محتاجة صبر. لو مش قادرة تصبري على كتاب، هتصبري ازاي على بناء مستقبلك المالي؟ ودي حاجة لازم تشتغلي عليها. 4. هشتري الكتاب ومش هقراه. ده اعتراض حقيقي، كلنا اشترينا كتب وفضلت على الرف ما قريناهاش. الحل، اشتري كتاب واحد بس، ما تشتريش 5 كتب مرة واحدة. اشتري كتاب اقريه وبعدين اشتري تاني. خصصي وقت يومي حتى لو 15 دقيقة بس كل يوم قبل النوم. حطي الكتاب في مكان واضح، مش في الدولاب، حطيه جنب السرير أو على الترابيزة في مكان تشوفيه طول الوقت. انضمي لمجموعة قراية، لما بيكون في ناس بتقرا معاكي هتحسي بالتزام أكتر. القاعدة الذهبية، القراية من غير تطبيق مجرد ترفيه، لكن القراية مع التطبيق استثمار. ما تقريش عشان تقولي أنا قريت الكتاب ده، اقري عشان تطبقي وتغيري حياتك. تحدي الأسبوع ده بسيط، لكن هيبدأ رحلتك مع الكتب. الخطوة الأولى، اختاري كتاب واحد من الكتب اللي ذكرتها، كتاب واحد بس تحسي إنه مناسب ليكي. الخطوة التانية، اشتريه أو دوري عليه. روحي معرض الكتاب أو دوري على نسخة إلكترونية أو استعيريه من حد. ولو مش هتقدري تروحي المعرض، دوري على الكتاب أونلاين أو في المكتبات القريبة منك. الخطوة الثالثة، اقري صفحة واحدة على الأقل كل يوم، حتى لو مشغولة اقري صفحة واحدة، المهم الاستمرارية. صفحة واحدة كل يوم، بعد شهر هتكوني قريتي 30 صفحة، بعد 6 شهور 180 صفحة، يعني كتاب كامل. الخطوة الرابعة، ابعتيلي. بعد ما تختاري الكتاب وتبدأي تقري، ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com، وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة، وقوليلي ايه الكتاب اللي اخترتيه، وايه أول حاجة اتعلمتيها منه، وايه الحاجة اللي هتطبقيها من الكتاب. عايزة أسمع منك، وخليكي فاكرة المعرفة قوة، لكن التطبيق هو اللي بيغير حياتك. هستنى رسالتك. لو الحلقة دي خلتك تفكري في أهمية القراية، لو فهمتي إن كتاب واحد ممكن يغير حياتك المالية، لو قررتي تبدأي تقري وتتعلمي، شاركي الحلقة، خاصة مع البنات والستات اللي بيقولوا مفيش وقت أو مفيش فلوس، عشان يعرفوا إن في طرق كتير للتعلم. وما تنسيش تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه البودكاست، عشان الحلقات توصل لناس أكتر. ولو عندك أي سؤال أو موضوع عايزة نتكلم عنه في حلقة جاية، ابعتيلي على فلوسالست@gmail.com. أنا بشوف كل الرسائل وبرد عليها كلها. اللي عايزة أوصله النهاردة إن أفضل استثمار ممكن تعمليه هو الاستثمار في عقلك. الكتب مش رفاهية، دي أدوات بتساعدك تبني مستقبلك المالي. كتاب واحد ب100 جنيه ممكن يغيرلك طريقة تفكيرك ويزودلك دخلك بآلاف الجنيهات. لكن القراية لوحدها مش كفاية، لازم تطبقي. اقري، اتعلمي، طبقي وكرري، ومع الوقت هتلاقي نفسك بقيتي شخص مختلف تماما. شخص بيفهم الفلوس، بياخد قرارات أذكى، بيبني ثروة، وبيوصل للحرية المالية. كل ده بيبدأ بكتاب واحد. الأسبوع الجاي معادنا مع موضوع مهم جدا، ايه اللي بيحصل للذهب والفضة دلوقتي، وايه اللي لازم تعرفيه قبل ما تشتري. الذهب والفضة من أقدم وسائل حفظ القيمة، لكن هل لسه استثمار كويس في 2026؟ امتى تشتري، امتى تبيعي، وازاي تعرفي إذا كان السعر مناسب؟ كل ده وأكتر في الحلقة الجاية، فاستنيني الأسبوع الجاي، وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي، حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.